من غير ولا عجن ولا خبز ولا دقيق ولا بيض ولا مكونات ولا فرن كمان. هنعمل التورتيه اللي انتوا شايفينها قدامكم الجميله ديت بألف هنا وشفا. وزينتها هنا بشوكولاته بيضه، وألف هنا وشفا على قلوبهم بالطري كده على القلب في الحر دوت. وهنا بس كنت عايزه اقول لكم ملحوظه، ان احنا بس لازم نصبر عليها شويه علشان تتماسك الطبقات بتاعتها وتاكليها بألف هنا وشفا. اول حاجه كده الطبقه الاولانيه كانت متماسكه معايا، لكن الطبقه التانية ما كانتش متماسكه عشان كنت بصور ومستعجله شويه. جبت هنا عندي بسكوت ساده ورصيته كده في قالب التشيز كيك، وبعد كده جبت لتر الا ربع حليب، حطيت فيه سكر وحطيت فيه كريم شانتيه، ودوبت كده كل المكونات دي مع بعضها، وهرفعها على البوتاجاز واحط فيها باكت كريم كراميل. وبعد كده حطيت القشطه وش اللبن، وبعد كده لما القوام يتقل هصبه على البسكوت بتاعي، وبعد كده ندخلها التلاجة مش اقل من ساعتين او 3 عشان تتماسك الطبقه الاولانيه. بعد كده جبت برضو لتر الا ربع لبن وحطيت فيه نشا وسكر وكاكاو، وبعد كده لا رفعته على البوتاجاز لحد ما القوام تقل، حطيت فيه القشطه برضو وش اللبن، وحطيت الطبقه التانية بس لازم نصبر عليها برضو 3 ساعات. وبعد كده زينت بشوكولاته سبرينكل شيبس، وجبت هنا شوكولاته بيضه سيحتها وحطيتها كده على الوش تزيين بسيط. مع طبعا نسيبها في التلاجة مش اقل من 3 ساعات. خشوا شوفوا الفيديو كله على مطبخ كنوز سماح على خير ان شاء الله.